سألتني كتير قوي على الانستجرام عن السفر، تجربتي ان انا اكون عايشة لوحدي كبنت في امريكا، الغربة، الاهل، كل ده. فانا اخترت 15 سؤال كلهم كانوا متكررين كتير، وال 15 سؤال دول هجاوب عنهم في فيديو النهاردة، عشان لو اي حد مهتم يعرف اكتر عن تجربتي او عن السفر عامة، او هو اوريدي مسافر وعايز يعرف تجربة حياة حد تاني مسافر زيه. فالفيديو ده هيجاوب على الاسئلة دي، هحط لكم في التايم لاين كل الاسئله اللي انا هجاوبها، عشان لو عايز تروح لسؤال معين او تكرر سؤال معين اكتر من مره. بس يا ريت تتفرجوا على الفيديو كله عشان انا بتعب في الفيديوز دي. في ناس هنا طبعا قريت تيل من فتره حبايبي، وفي ناس لسه ما تعرفنيش، بس الفيديو ده هيعرفكم كتير قوي عني، فنخش في الفيديو على طول. اهلا، انا نيره وويلكم تو نيري تيل. اوكي، اول سؤال: ازاي اتخلصتي من الصدمه الثقافيه بالذات في اول شهور في الغربه؟ انا حاسه ان الصدمه الثقافيه ما انتهتش، يعني انا بحس ان الصدمه الثقافيه في الاول بتبقى انتنس اكتر طبعا، او انت بتحسي ان انت فجاه مصدومه في حاجات كتير، او ده مش الطبيعي، او انت كنت فاكره الناس كلها بتعمل كده طلعت الناس كلها ما بتعملش كده. يعني بتبداي تتصدمي اكتر في الثقافه والحضاره، وانها مش زي ثقافتك وحضارتك بالظبط، بالذات في حاجات انت كنت فاكره انها يونيفرسال او العالم كله بيعملها مش بس المصريين مثلا. فطبعا بيبقى في الاول موضوع اكبر، بس انا حاسه انه ما بينتهيش من ناحيه انه بيقل طبعا، بس عادي بكتشف حاجات برضو جديده، وبكتشف انه ايه ده، يا لهوي، بتصدم كده تاني برضو. بالنسبه لي انا مش شايفه ان دي حاجه اصلا سلبيه، انا شايفه ان هي حاجه اغلبها بيبقى ايجابي، علشان بحس ان انا طفل صغير لسه بيستكشف حاجات جديده وبيستكشف انها ممكنه. ومش عارفه اوصفلك ازاي، بس انتي لو جبتي طفل صغير لسه بيتعرف على العالم، واول ما فتح عينه كان الناس بيطيروا، هو شايف الناس بيطيروا، فهيفتكر ان البني ادمين بيعرفوا يطيروا. لكن يعني اي حاجه احنا شايفينها طبيعيه، واللي هو ازاي حد ما يعرفهاش، هي في الاصل حاجه احنا اول ما اتولدنا شفناها طبيعيه، شفناها طول الوقت، او بقت خلاص حاجه عاديه عشان احنا شفناها حوالينا على طول. فانا حاسه ان انا دلوقتي لا، يعني كاني بتعلم من اول وجديد، وبشوف العالم من اول وجديد. ففي حاجات انا بحس ان انا لسه بتعرف عليها، وانه يعني في حقائق انا عايزه اتعرف عليها، وعايزه اتقبل انه دي حاجه مش موجوده في العالم كله مثلا، دي حاجه طلعت في عاداتنا احنا بس. وبتخليني افكر اكتر اصلا في كل حاجه انا اتعلمتها من وانا صغيره، وفي الحاجات الجديده، وبشوف ايه اللي يناسب عالمي اكتر، اخد من ده شويه اخد من ده شويه. انا مش مع فكره ان انا ابقى ريجيد او اتمسك بحاجه واحده واقول هي دي الحاجه الوحيده اللي انا اعملها باقي عمري، لاني بحس ان انا بعيش اكتر لما اكون منفتحة على الصدمات والثقافات الاخرى. بس طبعا ده مش معناه ان مفيش اي حاجة سلبية في الموضوع ده، يعني في اجزاء سلبية اكيد، وفي اوقات بحس ان انا الصدمة دي ما كنتش عايزة اعرفه، ما كنتش عايزة اعرف ان الناس مثلا مش كلهم الطبيعي بتاعهم يعملوا كذا، لا انا كنت فاكرة الناس بتعمل كذا الطبيعي وعايزة ده يفضل للابد. بس هقولك ايه، يعني مش بتأقلم على قد ما انا بتقبل انه خلاص هنا مش هيحصل نفس الحاجة بالظبط زي ما بيحصل في بلدي. الثقافات المختلفة دي مش لازم كلها ان انا اتأقلم عليها، مش لازم، مش محتاجة ان انا افضل اتأقلم. فانا بحاول ان انا اعمل مكان لنفسي في العالم، بالحاجات اللي انا مقتنعة بيها، وبالحاجات اللي انا عليها. مش لازم ان انا عشان سافرت بلد جديدة اخد منهم كل حاجة وخلاص بقى انا محتاجة ابدأ اتأقلم على كل حياتهم. في نفس الوقت انا مش بحب ان انا ابقى منغلقة من ناحية ان انا ما اتقبلش اي شيء حتى لو شيء ايجابي في ثقافات ناس تانيين. اتمنى ده يكون جاوب سؤالك، بس حاسه بقيه الاسئله هتوضح اكتر. السؤال التاني، واحده منكم بعتالي بتقولي ان هي ما بتعرفش تعمل حاجه لنفسها قوي، بس هي بتسال لو هي سافرت وهي عندها 18 سنه في الغربه الموضوع ده هيبقى عادي، ولا هي مش هتعرف تسافر او الموضوع هيبقى صعب عليها. انا هحكي لك عني شويه صغيرين قد كده. انا برضو ما كنتش بعرف اعمل لنفسي اي حاجه، او يعني الحاجات الطبيعيه بتاعت اي حد عايش مع اهله، ان هو اهله بياخدوا بالهم منه اكتر، اللي هو بيبقى فيه اكل في البيت، المواعين والحاجات بتاعه البيت والتنظيف بيبقى شيرد، ما بيبقاش في حاجه عليكي انتي لوحدك، ما بتبقيش محتاجه تنظمي فلوسك، مش محتاجه تنظمي وقتك قوي عشان في مدرسه وعارفه جدولك. فانا برضو كنت نفس الحاجه، مش معتمده على نفسي نهائيا. وكمان واحنا صغيرين قبل ثانوي ما كنتش بخرج تقريبا خالص غير مع اهلي، مع
صحاب اهلي مع عيلتي، وصحابي اللي في المدرسه بشوفهم في المدرسه. وبعدين لما دخلت الثانوي بقى يعني بدات ان انا اتعرف على الشارع المصري اكتر، بسبب ان انا دخلت مدرسه كانت بتخلينا نعمل مشاريع وكنا بننزل الشارع ومحتاجين يعني نروح مشاوير. وكمان كنت بدات اخرج مع صحابي، يعني صحابي اللي في المدرسه كنا بنخرج مع بعض بره المدرسه. فيعني انا اتصدمت في الشارع المصري اصلا. ده يبين لك قد ايه انا ما كانش عندي مهارات الاعتماد على النفس قوي. لما سافرت بقى الموضوع ده اتغير تماما، علشان ما بيبقاش فيه اوبشن. يعني اصل انت هتعملي ايه؟ اكيد انت مش هتموتي من الجوع، واكيد انت مش هتعرفي انك مثلا تخلي طباخ يجي يطبخ لك، او حد يجي يعمل لك المواعين بتاعتك. فاهمه؟ اللي هو انت محتاجه تبداي تعملي الحاجات دي لنفسك، والا مش هتتعمل. اول ما بتبداي تشوفي الموضوع ده قدام عينك ان الحاجات دي مش تتعمل، لو ما عملتيش منبه مش هتصحي وهتفوتي اللي هتفوتيه. لو ما خلصتيش الحاجه دي في الميعاد، خلاص كده يعني ما حدش جاي ينقذك، انت هتنقذي نفسك. اول ما بتبداي الاستيعاب ده بيجيلك فجاه بتعرفي تعملي حاجات عادي. احنا كنا بنتدلع، بس بقى فجأة بتلاقي نفسك عادي بتروحي تجيبي خضار وتشيليهم. طبعا اللي عارفيني من زمان عارفين معاناتي مع شيل الخضار. يا ريت يا جماعة اللي يسافر ويعرف يجيب اللي هي الكارت الصغيرة دي، يا ريت تعملوا كده. ما تستخسروش في نفسكم ارجوكوا، ظهركم امانة. المهم نرجع للمرجانة. مش هتكلم كتير عن معاناتي مع الشيل عشان اتكلمت كتير قوي قبل كده، انتوا عارفين. بس يعني المهم نرجع للمرجانة. انه بترجعي بقى تجيبي الخضار بتاعك، تفتحي يوتيوب، تكلمي مامتك، تجيبي الوصفات وتعملي الاكل بتاعك. بعد كده بيبقى في مواعين هتسيبيها يوم عادي، انا سبتها، انا بسيبها. بس بعد كده بتبداي تستوعبي ان محدش جاي ينقذك تاني. بتبداي تستوعبي ان انتي لو سبتي المواعين محدش هيتضرر في العالم غيرك. فليه؟ طبعا ده مش معناه انا ما بسيبش المواعين يعني وكل يوم بغسلها، لا يعني عادي بسيبها ساعات. بس ده برضو بيبقى في حد خلاص استوعبتي ان انتي مسؤولة عن نفسك وقراراتك كلها هتصب عندك انتي، مفيش حد جاي يعمل لك اي حاجة. بس ففجأة بتعرفي تعملي حاجات. فاجابتي ليكي هو ان انا شايفة انه لا، ده حاجة ما توقفكيش عن السفر، لان عادي هتقدري تعملي لنفسك حاجات. الا بقى لو انت مثلا جربتي انك تعملي حاجة وحاسه ومثلا ما عرفتيش تعمليها تماما، زي مثلا انت عندك مشكلة معينة تخليكي مثلا ما تقدريش تقفي فترات طويلة تطبخي كده، يعني فاهماني؟ حاجة اكشلي مخلياكي ما تعرفيش تعملي التاسك ده. بس غير كده يعني انا شايفه لا، اول ما تبداي تعيشي لوحدك هتبدا الاستقرار، هيبدا قصدي الاعتماد على النفس والحاجات دي تجيلك لوحدها. ثالث سؤال: هل الشغل والاستقلال خلاكي تفقدي جزء من الفيمينين انرجي او الطاقه الانثويه بتاعتك؟ سؤال ممتع جدا. عشان انا حاسه انه الطاقه الانثويه او الفيمينين انرجي دي مش حاجه يعني خارجيه. يعني انا لو انا ست غنيه او ست فقيره مش معناه اي حاجه عن الفيمينين انرجي بتاعتي. لو انا ست مستقله او ست مش مستقله مش معناه اي حاجه عن الفيمينين انرجي بتاعتي. مش حاسه انها حاجه بترتبط بكونك مثلا ضعيفه ومسكينه ومستكينه. انا I don't think ان ده حاجه صحيحه. انا اعتقد ان الحاجه دي بتكون جايه من العالم الداخلي بتاعك اكتر من العالم الخارجي، وعندك ايه وما عندكيش ايه. يعني مثلا ان انا اكون صادقه جدا مع نفسي، افعالي تكون صادقه مع شخصي، ما اكونش بعمل حاجه عشان ارضي الجميع على حساب نفسي. والحاجه الثالثه، وده كله من وجهه نظري، يعني ان انا اكون قادره استقبل. وطبعا يعني ده مش حاجة جديدة، اي حد سمع اي حد بيتكلم عن الطاقة الانثوية او الفيمينين انرجي قبل كده عارف ان الجملة دي بتتقال كتير، فكرة الاستقبال. انا عن نفسي شايفة ان انا بستقبل كويس جدا يعني عادي. يعني مش شايفة ان انا اكون مستقلة معناها ان انا ما بستقبلش او ما بقبلش الاهتمام، ما بقبلش المساعدة. لا، ده انا بقبل جدا، ما تقلقيش عليا. يعني انا اصلا يعني ما تقلقيش عليا، انا لما بقعد في مكان بتعرف على الناس اللي حواليا، بحاول يعني. طبعا مش دايما الموضوع بيبقى سهل، بس بتعرف على الناس واكيد ببقى جدعه معاهم، بس نفس الوقت بستقبل عادي. لو انا وقعت في مشكله ما بقولش خلاص انا وقعت في المشكله دي هعملها لوحدي. يعني ساعات في مواقف معينه، بس مش ده الطبيعي. الطبيعي ان انا بشوف مين ممكن يساعدني الاول بس، وما بحسش يعني كل حاجه طبعا ليها حد، بس ما بحسش ان انا مش مستقله عشان انا طلبت مساعده من حد. عادي، طلب المساعده ده حاجه جميله، وانا بساعد الناس برضو الحمد لله. فانا عامه شايفه ان الاجابه لا، ما بيأثرش على الفيمينين انرجي بتاعتك. بس اللي بيأثر بقى بجد القلق. بالنسبه لي من تجربتي اللي اثر عليا هو القلق، لان لما بتبداي تقلقي بتبداي تبقي في دماغك كتير قوي 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 وبعيده عن نفسك. يعني فاهماني؟ بحس انه
لما تبعدي عن نفسك وتبقيش متصلة بنفسك قوي، ده ساعتها اللي بحس انه انا بعيدة عن الفيمينين انرجي. بحس ان انا لما ببدا اقلق قوي وابدا احسبها وافكر والغي الانتويشن بتاعي والغي كل حاجه يعني من نقاط القوه اللي ربنا خلقنا بيها. انا بعمم شويه طبعا، وعارفه ان في ناس مش بتبقى عايزه ان انا اعمم على جميع النساء، بس انا بحكي لكم تجربتي الشخصيه. فانا شايفه ركزي على ان القلق ده ما يبقاش موجود بكثره في حياتك، بس طبعا هيبقى موجود، خصوصا انه انتي المسؤوله عن نفسك، فاكيد القلق ده يبقى موجود شويه، بس يعني حاولي ان انتي تتحكمي في القلق. اوكي، السؤال اللي بعده، هل السفر بيغير حاجه في حياتنا حتى لو كانت مدته قصيره؟ 100%. يس، 100%. 100%. لان السفر بيخرجك من القوقعه بتاعتك. حتى لو انت شخص اوبن وشخص ما بتقعدش في بابل بتاعتك دايما، لا بتسمع اراء وافكار تانية، صدقني اول ما تسافر هتلاقي ان في حاجات كتير لوحدها، من غير ما حد يجي يقولك فكرة، لا لوحدها حاجات تبدأ تتغير في تفكيرك شوية. تشوف حاجات معينة، بتشوف ناس مختلفة، بتبدأ تتكلم مع ناس ثقافتهم مختلفة تماما او طريقة حياتهم مختلفة تماما، ناس انت مش لازم هتقابلهم في بلدك. وشايفة ان لو انت هتقابلهم في بلدك فهيكون برضو عبر السفر، يعني انت تسافر من مدينتك، تسافر من محافظتك، تبدأ تخرج بره الدايرة بتاعتك، 100% هيغير حاجة فيك. السؤال ده طبعا بيتسأل لي كتير، ايه النظام ان انتي في بنت لوحدك في بلد اجنبي من ناحية الامان؟ السؤال بيتسأل لي كتير، عندي ابهات وامهات متابعيني والناس كتير بتسألني عن الموضوع ده. انا يا جماعة عايشة في امريكا لو حد ما يعرفش، ومش هتكلم عن اي بلد اجنبي، هتكلم عن البلد اللي انا عايشه فيها دلوقتي حالا. انا ما حسيتش بعدم الامان، يعني انا ما حسيتش ان انا مهدده او ان انا محتاجه انزل، يعني ما حسيتش بكده خالص. هل ما فيش مواقف تعرضت لها خالص كانت فيها نقطه عدم امان؟ في اكيد مواقف، بس مواقف عاديه كان ممكن اتعرض لها في مصر عادي جدا. فهحكي لكم اكتر في سؤال تاني بيسأل عن العنصريه، بس يعني انا عن نفسي مش حاسه بعدم الامان هنا. وعشت في ولايتين، في ولايه كاليفورنيا وولايه فلوريدا، الولايتين بعاد عن بعض جدا، والولايه دي يعني بينتخبوا حد مختلف عن الحد اللي بينتخبوه في الولايه دي، فهم ولايتين عكس بعض، وفي الاتنين مش حاسه بعدم الامان خالص. السؤال اللي بعده، ازاي اتاقلم وسط مجتمع غريب؟ حكيت شويه في الاول في اول سؤال عن الموضوع ده، بس هحكي اكتر دلوقتي سنه صغيره. هو ان انا ما حسيتش ان انا عايزه اتاقلم في مجتمع غريب على قد ما كنت عايزه استكشف، مش عارفه يعني اوصف الموضوع قوي، بس انا ما جيتش في دماغي انا عايزه اتاقلم على المجتمع الغريب ده. لا، هو مجتمع جديد عليا، في ناس عايشين فيه زيي من بلاد تانية مش من امريكا، فانا جايه استكشف الناس دي، جايه استكشف الناس اللي عايشين في البلد وهم اكشلي من البلد، والبلد عامه وقوانينها. حاجه من الحاجات الجميله ان يكون في قوانين للبلد عامه، من ناحيه القانون، البوليس، الصحة، الحاجات دي يعني قوانين عامة ببدأ أتعرف عليها. ده أول تأقلم في حياتي، شوف الناس بتتعامل ازاي، محدش مثلا بيمشي بكاش، محتاجة أعمل كريدت كارد، فدي الحاجات العامة اللي في الأول. وبعد كده أتأقلم بقى يعني كشخصية وكثقافة وكده. ما حاولتش زي ما قلت لك ان انا اتاقلم على قد ما انا حاولت افهم واتعلم، وبعد كده بختار الحاجات اللي انا عايزه اخليها والحاجات اللي مش عايزه اخليها. طبعا البروسيس ما كانتش ماشيه كده، اللي هو انا ماشيه بحاول اتعلم وباخد، لا الموضوع ما بيبقاش كده. انت بتعيشي حياتك اليوميه العاديه، وبتلاقي نفسك لو بصيتي من سنه او سنتين تلاقي نفسك اتغيرتي في حاجات، بداتي تفكري فيها بشكل مختلف، في حاجات رفضتيها من حياتك. يعني مثلا لو انا عايشه في مجتمع كان بيقول انه مثلا البنات اللي بتشتغل او البنات اللي بتتعلم ده حاجه وحشه، وده حاجه ايا كان بقى الحاجه اللي هيحطوها على ان هي دي حاجه وحشه، مثلا ايا كان تفكير الشخص ده. وانا عشت مثلا حوالين الحاجه دي، انا الحمد لله ما عشتش حوالين الحاجه دي، بس بقول يعني لو مثلا انا عشت في المجتمع ده، جيت سافرت بره، لقيت الناس بتقدر التعليم ايا كان هو انت ولد او بنت. الناس بتقدر ان انت شخص مثلا بتتعلم عن حاجه معينه، او عندك احلام معينه، عندك طموحات معينه. فبدات افكر وارجع تاني، ايه ده طلع ان انا مثلا ان انا اشتغل او ان انا اتعلم دي مش حاجه وحشه. فبدات تبدا افكارك تتغير، بتبدا تفكر انت بنفسك ايه الحاجه المنطقيه اكتر بالنسبه لك، وايه الحاجه اللي انت عايز تدخلها العالم بتاعك، والحاجه اللي انت عايز ما تدخلهاش. فحتى لو الحاجه دي كانت الحاجه اللي انا اتربيت عليها، هسيبها، هقول انا مش مقتنعه بالحاجه دي. فبتبدا
فبالنسبه لي ده بيخلي اصلا قيمك اقوى بكتير من لو انت عايش في مصر او عايش في دولة بتاعتك يعني ويعني عشت طول حياتي حوالين افكار معينة. كده كده هي الافكار اللي في دماغي، ما اضطريتش ان انا اتشالنج دم باي شكل، او ان انا افكر فيهم باي طريقة مختلفة. بحس ده بيخلي الموضوع اصعب ان القيم تبقى اقوى. الجزء السلبي بقى من الموضوع ده، او الجزء الصعب من الموضوع ده، هو ان في حاجات معينة انا ببقى عايزة اتأقلم عليها علشان تسهل لي حياتي. زي مثلا انا مش عارفة اعبر عن نفسي كويس، مش عارفة اعبر عن طريقة هزاري. انا بهزر، عندي طريقة هزار في مصر بلغتي، وبعدين دلوقتي انا ما عنديش نفس الطريقة باللغة التانية، عشان انا مش عارفة اعبر عن نفسي بنفس الطريقة. حتى لو انا لغتي كويسة وعندي حصيلة كلمات وكل حاجة، انا ستيل مش متعودة، مش متأقلمة. فازاي هقولك يعني البروسيس اللي انا خضتها، هو ان انا كنت يعني بتعرف على ناس، وزي ما بتتعرفي على ناس في مصر ممكن تلاقي نفسك خدتي منهم كلمات. انا لقيت نفسي برضو باخد من الناس كلمات من غير قصدي. لقيت نفسي ان انا اوقات بحس ان I'm struggling ان انا اعبر عن نفسي، ودي حاجة بتضايقني. فبرجع افكر مع نفسي وارجع اشوف ايه الحاجة المهمة بالنسبة لي، واحاول افكر نفسي ان انا مش بحاول ابهر الناس، انا بحاول اكونكت مع الناس. وعشان اكونكت مع الناس محتاجه اركز اكتر على ان انا اعرفهم من ان هم ينبهروا بيا. دي حاجه مش دايما بتبقى سهله عليا. ساعات عادي بفكر ايه ده، لا انا عايزه انهم ينبهروا بيا، عايزه دول يعني عايزه اتعرف على ناس، وعايزه يعني انا كائن اجتماعي اصلا. فاللي هو ساعات الموضوع بيبقى صعب، مش هكذب عليكي اقولك انه التاقلم ده حاجه مش موجوده ومش محتاجه تتاقلمي. عادي ساعات بنبقى محتاجين نتأقلم على حاجات معينة، بس هي هتعرفيها لوحدك. الحاجات المعينة دي مش هتبقى في شخصك، مش هتبقى في قيمك، مش هتبقى في مبادئك، دي مش حاجات تتأقلمي فيها. بس الحاجات اللي هتتأقلمي فيها اكتر هيبقى حاجات اسبكتس السوشيال شوية، او الحاجات الاجتماعية، كلامك، هزارك. تلاقي نفسك بتتأقلمي على عادات معينة او روتين معين، وحاسه ان الحاجات دي يعني ما بتبقاش سهله. وكده كده انت هتعرفي لوحدك او هتعرف لوحدك ايه الحاجات اللي انت محتاج تتأقلم عليها، مش هتبقى لسته كده وتقعد تشتغل عليها، لا عادي هي بالحياه هناك. اوكي، السؤال اللي بعده، احنا عايزين نعرف نسافر ازاي. في 3 طرق للسفر. اول حاجه الدراسه، تاني حاجه الشغل، تالت حاجه السياحه. طبعا دي حاجه ما يعني كل الناس عارفاها. اكيد ممكن يكون في طرق تانية انا مش عارفاها، فانا هحكي لكم اللي انا عارفاه. عشان انا على فكره بتجنب اجاوب السؤال ده، عشان انا بخاف اني اقول حاجه تكون ناقصه والناس تقول بقى خلاص بس يبقى انا مش في الكاتيجوريز دي، يبقى خلاص مش هسافر وخلاص انا ماليش اي حاجه في الدنيا دي. بخاف، بحس طب افرض حد فقد الامل بسببي. بس فده تنويه على انه انا هحكي لكم اللي عندي، عشان برضه لو حد ممكن يستفيد من اللي انا بقوله، فما بقاش خبيت يعني حاجه. بس ده اكيد في حاجات تانية يعني تعلموا من مصادر اخرى غيري. بس من اللي انا عارفاه الثلاث حاجات دي. الدراسة ممكن تدرس undergrad او دراسة جامعية، يعني ان انت تكون خلصت ثانوي وتسافر تدرس برا. ازاي ممكن تلاقي طرق للسفر، انا عندي فيديوز زمان على الشانل دي اتكلمت فيها عن الموضوع ده. بس يعني انت بتبدأ تتعرف على الدولة اللي انت عايز تروحها، ايه المنح اللي موجودة، وايه الجامعات اللي موجودة، وايه الجامعات اللي انت عايزها، والجامعات اللي انت عايزها دي فيها منح ولا لا، او فيها financial aid ولا لا. تبدا الاوبشنز بتاعتك كده تحطها قدامك وتقدم، انت بتقدم ابلكيشن. والحاجه التانية في الدراسه برضو انك ممكن تسافر بعد الجامعه ماجستير او دكتوراه. الموضوع بيبقى اصعب شويه برضو، بتدخل على الجامعات وبتشوف ايه الريكويرمنتس بتاعتها. انا ما عنديش خبره كبيره في الموضوع ده، بس عارفة ان في ناس عملت كده. ناس انا عارفاها سافرت على دكتوراه او على ماجستير. على دكتوراه اسهل بكتير من على ماجستير، ومن ناحية المنح تبقى اسهل. طبعا اسهل بكتير مش معناه انت هتتقبل على طول، بس قصدي يعني لو اتقبلت الموضوع هيبقى اسهل ان انت تسافر علشان المنح والفاينانشال ايد وكده. ده على حد علمي. ولو انت درست طب في مصر فانت ممكن تعمل معادلة وتقدم على حاجات في امريكا. بس انا عارفة المعلومة دي عشان في واحدة صاحبتي في طب النورسين، كلكم عارفينها، وهي كانت بتدور في الموضوع ده، بس لقيت ان امريكا اغلى دولة من كل الدول التانية. فكان في المانيا وكان في دول تانية يعني، فهي مش بتدور في امريكا حاليا. بس انا عارفة عن الموضوع ده بسببها. او ممكن تسافر من ناحية الشغل برضو، ده بيبقى صعب جدا. حاسة ان ده اصعب من الدراسة، علشان انت بتيجي على شغل، يعني محتاج تيجي على فيزا شغل. فيزة الشغل صعبة جدا حتى وانت هنا، يعني انا معيش فيزا شغل، والموضوع يعني عليه كومبيتيشن عالية، وموضوع يعني حوار اكبر. بس ده مش معناه ان مفيش حد بيجي على شغل، في ناس بتيجي على شغل عادي. بس انا شخصيا معرفش ناس جت على شغل غير الناس اللي سافرت، اللي اشتغلت في اوروبا مثلا، في مثلا جوجل او فيسبوك، وبعد كده نقلوا من جوه الشركة لامريكا. ده اللي انا اعرفه.
تالت حاجة بقى سياحة، وهي الوسيلة الوحيدة اعتقد هو ان انت تكون بتشتغل شغل كويس في مصر، يكون بيقبضك كويس، تعرف تحوش منه، وتبدأ بقى تعمل يعني تخطط لرحلات معينة، رحلات صغيرة كده برا مصر، تبدأ تخرج الأماكن ملهاش فيزا مثلا، بعد كده تبدأ تخرج الأماكن فيها فيزا. اكيد انا مش هخطط لك السفر بتاعك، بس يعني هي الفكرة ان ده اوبشن تاني برضو، وبشوف ناس بتعمله. اوكي، السؤال ده اجابته قصيرة، بيسأل عن العنصرية ضد الاسلام. انا عن نفسي في تجربتي، انا عشت في كاليفورنيا وفي فلوريدا في امريكا، وبرضو عشت في كوريا الجنوبية، وعشت في لندن، وعشت في المانيا. في الاربع اماكن دول او الخمس اماكن دول ما تعرضتش فيهم لعنصرية يعني حاجة ضخمة. ممكن يكون حصل موقف او اتنين رخمين، ما فيش حاجة ضخمة حصلت لي. مش الطبيعي انك تقابلي ناس عنصرية، انتي بتكوني مش رايحة قرية مثلا صغيرة فيهم ناس عندهم 60 سنة ما تعلموش وما فتحوش انترنت في حياتهم، لا بتكوني مع ناس متفتحة شوية. فالشخص الجاهل العنصري ده مش الطبيعي، وده بيكون شخص احنا بنتجنبه اصلا، وما بيكونش عنصري عليكي لوحدك، غالبا بيبقى عنصري على الاسلام وعلى الناس السود، يعني بيكره الناس. اوكي، واحده بتسالني ازاي بتتغلبي على فكره انك بتفوتي احداث مهمه من ناحيه انه يعني صحابك واهلك في مصر. انا مش عارفه ازاي ممكن اجاوب السؤال ده، عشان حاسه يعني مش بتتغلبي، بتزعلي عادي. عادي بتزعلي، ما هو الحاجه اللي انت بتختاريها عمرها ما هتكون فيها مميزات فقط، في مساوئ، ومنها انك ممكن تفوتي حاجات زي كده. انا بحاول ان انا انزل مصر على الاقل مره في السنه، و... وعلى الاقل انه المره دي يكون فيها حدث مهم، بس مش دايما بتظبط، ومش دايما بعرف احضر كل حاجه، ودي اكيد حاجه تزعل، فبزعل. بس عادي، تقبل ان انا زعلانه. اوكي، واحده بتسالني مش حاسه ان انت هتفقدي فكره الزوج في حياتك. هو السؤال ليه هفقده؟ يعني هل انا عايشه في كوكب زمردة ما فيهوش رجال خلاص؟ هل مثلا ما فيش رجال مسلمين في امريكا؟ موجودين الحمد لله. هل ما فيش رجال مسلمين عرب مصريين كمان؟ موجودين. لو ده حاجه اللي انت يعني لو انت مهتمه انك تتجوزي حد مصري بس او عربي بس، موجودين برضو. بس طبعا نسبه انك تلاقي حد مسلم مصري في امريكا اقل بكتير من انك تلاقي حد مسلم مصري في مصر. بس انا مش شايفه ان موضوع الجواز ده ليه علاقه بالنسب بصراحه، شايفه ان هو نصيب من عند ربنا، ومالوش علاقه بعدد. انا ممكن اقابل 1000 شخص في مصر كلهم مش مناسبين، ممكن اقابل شخصين في امريكا واحد منهم مناسب، فاهماني؟ فانتي الحاجه دي مش بايدي قوي، او مش بايد الستاتستكس، هي بايد ربنا، وهو مكان واحد بس. يعني فاهماني، هي مش ابلكيشن والستاتستكس هتفرق فيها، هو مكان شخص واحد بس. بس فانا مش حاسه الموضوع يعني محتاجه تفقديه لو انتي سافرتي. ده رايي الشخصي. وانا اعرف اصلا بنات سافروا في نفس الوقت اللي انا سافرت فيه، واتجوزوا ناس امريكان او من جنسيات اخرى مش مصريه ومش عربيه، ومسلمين او اسلموا. فالموضوع زي ما قلت لك نصيب، يعني حتى لو انتي مقرره ان انتي عايزه تتجوزي واحد مصري مثلا، نصيب، ما تعرفيش ايه اللي ممكن تقابليه. طبعا انا قعدت ارغي معاكم لحد ما الدنيا ضلمت اصلا، بس اتبسطت قوي ان انا اتكلمت معاكم، وعايزه اعرف لو عندكم اي اسئله تانية اكتبوها لي في الكومنتس، وايه رايكم عامه في الموضوع. عايزه اعرف ارائكم وافكاركم عن الموضوع ده، بحب اشوف مجتمع نيريتيف بيفكر ازاي. فاحكوا لي اكتر في الكومنتس عن ارائكم عن موضوع السفر والغربه وكل ده، وهل دي حاجه انتم ممكن تبقوا مهتمين بيها وعايزين تعملوها ولا لا. سوري، قبل ما امشي بليز اعملوا سبسكرايب للشانل لو مش عاملين سبسكرايب، وقولوا لي ايه الفيديوز التانية اللي انتوا عايزيني اعملها. اوريدي عندي شويه افكار من الحاجات اللي انتوا كتبتوها قبل كده، بس عايزه اعرف اكتر لو انتوا عايزين فيديوز مختلفه. وبس، stay رايقين.